الحقيقة بدينا في المشروع بتاريخ 18/3 اللي هي زراعة أرضية الملعب، والحمد لله قارب الآن على سنة والأمر صار طبيعي، والحمد لله بشهادة الجميع أنه العشبة ممتازة. وكذلك اليوم عملنا صيانة للملعب اللي هي الصيانة الدورية، بعد كل سنة أو بعد كل 10 أشهر 8 أشهر نعمل له صيانة. الصيانة اللي سويناها اليوم حقيقة هي عبارة عن خلطة من 4 مواد. المادة الأولى اللي هو المخصب مع رمل، نخلط مخصب ورمل، يعني قلاصين رمل وقلاص مخصب ونخلطهن مع بعض ونوزع على الملعب. الملعب قبل ذلك ربعناه إلى 4 أجزاء، لازم تربع الملعب على 4 أجزاء، اللي هو بحيث انك انت توزع كمية السماد على 4 أجزاء بالتساوي. فاخذنا المخصب 20 جونية وزعناهن على 4 كل جهة
5 جواني مخصب، وجونية مركب، وجونية 15 MBK. فوزعنا هذا كله على 4 جهات، والحمد لله الشغل بدأ. رايحين نتوقف خلال الفترة هذه حدود بين 15 يوم إلى 20 يوم، بحيث انه نشوف هل الخلطة او السماد اللي سويناه حق الملعب ياب مفعول، هل صارت علايم او بداير علايم انه ارضية الملعب صارت قوية والعشب صار جيد، وبعد ذلك ان شاء الله راح نستمر في اللعب. ولله الحمد الشباب مجهوداتهم، هذا العمل كله مجهود من الشباب اللي هو لجنة التعشيب، إدارة الفريق، الحمد لله يعني تكاتف الجميع، ما يعني شخص معين أو شخصين، لا بالعكس كل الجميع، كل الشباب بارك الله فيهم بذلوا كل جهد، ضحوا بوقتهم، ضحوا بش اسمه عشان حقيقة. أود أن أشكر كل الشباب اللي حضروا اليوم، وهذا دليل على أنه اسم على مسمى. يعني فريق التضامن فعلا اليوم أثبتوا أنه فعلا فريق تضامن، لأنه الجميع تضامن والجميع تكاتف عشان ننجز العمل اليوم. بارك الله فيهم، وهذا شهادة مني أنا المتواضعة حق هذا الشباب، وكذلك شهادة من إدارة الفريق أنه هاي الشباب فعلا هم يتكاتفون، وأنا أشكرهم نيابة عن الإدارة وعن الجهاز الفني وعن كل عضو فريق التضامن. أنا من عندي أنا أقول مشكورين مشكورين مشكورين، وبارك الله فيكم. المشروع خلاص قيد الإنشاء وما باقي شيء إن شاء الله تعالى. قاعة الاجتماعات ودورة المياه، والمشروع الثاني اللي هو مشروع الإنارة خلاص يعني باقي الشيء القليل إن شاء الله بإذن الله تعالى، وراح ننجز إن شاء الله. بالنسبة لتكاليف المشروع تقريبا بحدود 14,000 ريال وما أكثر. مدة تنفيذ المشروع قارب سنة وشوية. باقي بعض المرافق اللي لم تنجز، مثل المنصة ومثل الإنارة ومثل دورات المياه، وهذه بطور الإنشاء، وقريبا إن شاء الله راح نشوف المشروع مكتمل وبجهود الشباب وبتعاون الجميع، وإن شاء الله راح نكمل المشروع بكل جوانب. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للملعب، الجوانب الفنية اللي الملعب وفرها للشباب، حقيقة نلاحظ أن الشباب بدأ بعض اللاعبين مستواهم يتطور، وأكيد أن إذا كان عندك ملعب معشب موجود في منطقتك يوفر للاعبين فرصة لأداء التمارين بصورة أفضل عن الملاعب الترابية مثل ما كان في السابق. واللي ألاحظه خلال الفترة الأخيرة من منصة مدرب للفريق أن بعض اللاعبين تطور مستوياتهم بخصوص أرضية الملعب. الأرضية ممتازة والجميع يتكلم عنها، سواء الناس اللي جات تتمرن من خارج الفريق أو الناس اللي مرت تشوف حتى الفريق تشوف الملعب من الخارج. والأمور الفنية كثيرة، اللاعبين استفادوا أشياء كثيرة، قدروا يقدمون كل ما عندهم، قدروا يطورون من مستوياتهم، قدروا يعملون أي تخطيط، أي حاجة يطلبها منهم مدرب أو ما ودهم سووها في إمكانياتهم اللي متوفرة معهم. وهذا اللي أقدر أقوله بخصوص أرضية الملعب، ونتمنى إن شاء الله التوفيق. هاي مستر فنين يا أبو